عامله كده نص الشوط الثاني اللي هو من ساعه التغييرات اللي انت قلبت بيها المباراه عليك دي. واخد بالك؟ فانا شايف ان من البدايه لو انت حاطط شيكوبانزا وبزيره والجزيري وتحتيهم ناصر ماهر، اعتقد ان انت كنت هتكسب مكسب مرتاح. طيب رايك في اداء بزيره النهارده يا كابتن؟ كويس. ده هو المتعه اللي في الملعب. يعني هتلف وتدور، هو المتعه. انا بالنسبه لي بقى ماليش دعوه عمل ايه يا كابتن؟ بس عمل ايه ولا عمل. بص، يكفي ان كل كوره يمسكها ضرب. هو انا ما هو بيتضرب يعني ليه؟ عشان خطير. معلش كابتن، يعني لعيب بيتضرب. انا دلوقتي ايه الافاده؟ هل نادي الزمالك طب وانت الراجل اللي بيروح يرفع كورنر من هنا ليه؟ ايه الاستفاده؟ واخده ب 200 مليون. انت مالك بزيزو دلوقتي؟ طب وانت مالك اصلا بده؟ انا بحلل لك. انا مذيع بس انا قلت لك بحلل اللعيب، احسن لعيب دلوقتي. انا هاجي اقول لك تدي له كام من 10 مثلا؟ هديله 10 من 10. فانا بسالك دلوقتي رايك في اداء. هديله 10 من 10. انت اسئلتك خبيثه. لا انا مش والله اسئلتك خبيثه. والله لا. ابزر يكفي عمليه هقول لك بس تقييم اللعيب هقول لك اداؤه ان هو كسب لعيب، عمل اسيست، جاب جول، كسب بطوله. هو ده اللي انا لا هو لسه في بطولات. طبعا عشان الزمالك كان عنده بطوله ما خدهاش. عمل ايه في بطوله؟ ما تخليناش نتكلم. عمل ايه؟ احنا كنا ما تخليناش نتكلم. عمل ايه؟ ما هو انت برضه في الماتش زي ما علي ماهر قال لك لو في عداله النهارده نكسب. لا ماتش مين يا كابتن؟ اللي انت بتقول عليه البطوله. الاهلي والزمالك. ما انت بتقول لي بطوله ايه في ماتش الاهلي والزمالك؟ ايه في السوبر؟ ايه العداله في ماتش الزمالك؟ كل اللي طالع مقتنع ان الزمالك اتغلب لان هو لان الكره لابسه ايد بن شرقي. فين ايه الجون الاولاني؟ في ضربه جزاء لشيكوبانزا بتاعت محمد هاني. مفيش اي حاجه زي في جون سيف الجزيري اتلغى ليه؟ ما راحش للفار ليه؟ حسبها ليه؟ وبعد كده نروح فار. في الفار لازم ما كانش يا اسلام. طب بقول لك ايه؟ طب بس اسمعني. يعني انت شايف النهارده كويس؟ احسن يوم ليه طيب مثلا؟ لا مش احسن يوم، بس هو النهارده لا 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 هو النهارده ما فيش كوره بيمسكها الا ما بيتضرب. ليه؟ لان هو خطير. فعشان هو لعيب زي كده كابتن. زمان اما كنت بتروح لازم هتتضرب ما دام بتعمل الدريبلينج، بس مش بالشكل ده. يعني مش بالشكل والله مش بالشكل ده. والله مش بالشكل ده. يعني النهارده اقول لك على حاجه عشان ننهي القصه دي ونقفلها. وميسي اللي بيتضربوا دول لا معلش هقول لك عشان نقفل على القصه دي. هو لعبه اعلى من كل لعيبه الزمالك، لان لما بيقطم لجوه بيحطها عشان حد يحطها له. ما حدش بيحطها له صح. واخد بالك؟ فعشان كده اللعيبه اللي بتلعب حواليه هي اللي مفشلاه في حته ان هو يجيب اجوان او يعمل اجوان. خلي بالك دي كل طريقه اللعيبه البرازيليه، فهو فكره اعلى من كل اللعيبه اللي بتلعب حواليه سواء وراه او يا راجل. ده النهارده عمر جابر بيديله 5 كور يتجبس فيهم. الباص حتى بتروح له ضعيفه قد كده، الراجل بيبقى عنده فرصه انه يخش يشيله بالكوره. والله انا بشفق عليه. هو كورته اعلى من لعيبه الزمالك. كورته اعلى من نادي الزمالك؟ ايوه من لعيبه الزمالك، مش نادي الزمالك. مال نادي الزمالك؟ لعيبه اللي موجوده. يعني لا اللعيبه اللي موجوده زي ما قلنا قبل كده بتيجي على الدوري المصري كورتهم اعلى من الدوري المصري مثلا. اهو ده كده اعلى من الدوري المصري واعلى من لعيبه الزمالك. تحسبها هو لو لعب برضو مع الاهلي هيبقى كورته اعلى من لعيبه النادي الاهلي. ما فيش فرقه هتلعبه. انا بكلمك بقى الا بيراميدز. الا بيراميدز ايه بقى؟ عشان وراه الشيبي. انت كنت قلت لي ده اعلى من كينو، اعلى من كينو في الموهبه. انما كينو اعلى في لا ما انا بقول لك اهو في التهديف. لا في التهديف ده في الموهبه اعلى. مش حرام عليا، انا بتكلم بحق ربنا. كينو عنده زي ابو تريكه كده، من نص فرصه يجيبها لك جول. دي موهبه ربانيه مديها له. انما في الترقيص ده يعدي كينو بمراحل. هو جاب كام جول يا جماعه؟ حد كده هو انتوا مديله فرصه يجيب كام جول؟ ايوه ما انا جاب كام جول. انا بس عايز اعرف والله عشان يا ابني ده بيتضرب. ده